الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله وبعونه وتوفيقه سوف نبدأ سلسلة الدروس التعليمية في الساحة المصرية الظاهرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم والعلماء، وأن يجعلنا من العاملين المتعلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف نبدأ إن شاء الله افتتاح هذه السلسلة، وخير بداية بالقرآن الكريم مع فضيلة الشيخ أحمد بربري الشهير ببهلول. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. اللهم صل عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك. وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. وبشر. صدق الله العظيم. لا فضل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فتح الله عليكم وعليكم. والآن مع فضيلة الشيخ، فليتفضل فضيلته مشكورا. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من هذه الساحة الظاهرية العامرة بأهلها إلى يوم الدين، وهي كانت أيضا وما تزال محيا للقلوب، وكانت الناس تتعلم فيها الذكر والعلم والفقه معا. ليه يا مشايخ؟ لأن الإنسان إذا تصوف بدون أن يتفقه وبدون علم، وهذه كلمة مشهورة، فقد تزندق. ليه؟ أول كلمة نزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فعل أمر لازم. ولأهمية العلم كررت هذه الكلمة كم مرة؟ مرتين في السورة. اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق. اقرأ، لازم نقرأ هذا شيء. وبعد كده إن المولى سبحانه وتعالى كويس. المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء والتأسي بسيد الخلق، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة والأسوة في الأفعال والأقوال من هو؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. هناك طبعا أمور بيفعلها الإنسان كل يوم مرات عديدة في الفقه، ولكن لا يلقي لها بالا. وزي إيه يعني؟ باب قضاء الحاجة. العلماء في الفقه الإسلامي كلهم على مختلف المذاهب، سواء كان الفقه الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الظاهري في المحلى، دايما تشوف كده كتاب يقول لك إيه بقى؟ آداب قضاء الحاجة. كيف يقضي الإنسان حاجته؟ من هذه الآداب يا مشايخ منها الواجب، لازم نفعله على سبيل الوجوب فرض، ومنها المسنون على سبيل إيه؟ على سبيل السنة. طيب، وكل هذه الأشياء من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بمشيئة الله تعالى بمعلومة بسيطة خالص كده نيسر، واللي مش فاهم معي قول لي معلش، عيد الجملة دي، عيد الأمر ده، وإحنا مع بعضينا هنتعلم إن شاء الله. بس إن شاء الله هنبتدي بداية في كتاب متن الأخضري. بيقولوا عليه العلماء ده لإيه؟ للمبتدئين في الفقه. هي بقى المالكي عبارات سهلة للشيخ عبد الرحيم بن محمد ابن محمد بن عامر الأخضري، هو أصلا مغربي وتوفي أيضا في المغرب، وله مقام يزار، زاهد فقيه عالم ورع، وعليه شراح كتير. لكن إن شاء الله النهاردة هنشرح في هذا في الكتاب. بس طبعا هو الباب اللي هتكلم فيه النهاردة ما تكلمش عن الشيخ، ما تكلمش عن آداب قضاء الحاجة. في تاني كتب صغيرة متوسطة زي مثلا مثلا متن العزية، هنشرحه إن شاء الله بعد ما نخلص من ده، فيه آداب قضاء الحاجة. وفي جايب برضه من البيوع، وجايب كل حاجة وبرضه اللي هي المبتدئين. بس نخلص ديتي في أيام معدودة إن شاء الله بيسر ومعلومة بسيطة خالص، هنخلص في أقرب وقت إن شاء الله. آداب قضاء الحاجة. أولا يا مشايخ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يدخل الإنسان دورة المية أو المكان المعد لذلك. يدخل إزاي؟ برجله اليمين ولا برجله الشمال؟ وبعد كده قبل ما يدخل يقول في أقوال بيقولها. طب وبعد ما يدخل إيه اللي يفعله جوه؟ هل يفعل شيء يقول حاجة ولا ما يقولش؟ هذه الأمور هذه باب آداب قضاء الحاجة. كيف يقضي الإنسان حاجته؟ هل بالله عليكم يقدر واحد يستغنى عنها الحاجة دي؟ ليل ونهار. كيف يدخل؟ في ناس طبعا تهجوا شمال يمين ومش عارف ايه. أولا علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الدخول. المكان المعد اللي هو دورات المية. أدخل برجل اليمين ولا اليسار؟ لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ندخل ازاي؟ بالرجل اليسرى. طب لما اجي اطلع ازاي؟ اخرج بالرجل اليمنى. هكذا نقلت السنة الينا هذه الامور. يبقى لما ناجي ندخل الحمام ندخل بايه؟ ايوه. وناجي نطلع يبقى برضه ونعملها على اساس السنية من حضرة النبي. هكذا نقلت الينا هذه الاصوات الصحيحة. هذا امر. طيب قبل ما ادخل انا في استعاذة اقولها
في روايتين، اما اقول في الفقه المالكي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، او تقول يعني ايه بدون البسمله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب ايه الخبث وايه الخبائث؟ الخبث طبعا ذكور الشياطين، والخبائث الاناث. طب لو واحد نسي الاستعاذه قبل ان يدخل، بس قبل ما تدخل الباب خلي بالك لانه ذكر، قبل ما تدخل الباب او قبل في الفضاء بنتعرض الانسان لما بيكون مثلا هو مزارع او ما غير ذلك، قبل ما يشمر هدومه، قبل ما يرفع هدومه يقول هذه الاستعاذه. طب لو نسي هذه الاستعاذه ما يقولهاش بلسانه، امال يقول ايه؟ بقلبه، يقول ايه؟ بقلبه. طيب ليه طيب الانسان بيقول هذه الامور الاستعاذه اللي عملها لنا سيدنا النبي؟ لان الاماكن دي مشايخ معروفه، اماكن ايه؟ مأوى لمين؟ للشياطين. وبعد كده احنا بنعمل عمليه تحصين، اتحصن انا تحصن انت، عشان ايه؟ لما ندخل ربما يكون هناك مكروه يصيبني. في ناس كتير طبعا يقول لك ايه؟ والله داخل الحمام بلا دار يتخبط. ليه يتخبط؟ نسي ان يدي لنفسه المسخ الوقائي اللي كان علمهن سيدنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا امر مرضي اخر. بعد الانسان ما يقضي حاجته علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امور. ايه نقول مثلا؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طيب افرض ناسنا الكبار مش قادرين يقولوها، يعني هيحفظوها صعب عليهم، يكفي ان نقول ايه؟ الحمد لله. وفي الاول برضه ايه؟ مش قادر يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى. لكن اللفظ اللي وارد افضل لمن يحفظ، لانه ايه؟ ورد من السنيه بتاعت حضره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب وروايه ثانيه برضه بعد الخروج ينفع الانسان يقول ايه؟ غفرانك. ايه غفرانك؟ يعني طلب المغفره من الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب. او برضه يقول ايه؟ الحمد لله الذي اذاقني لذته واذهب عني اذاه. طب ليه كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم اني بيقول هذه الادعيه؟ اولا بيقول له غفرانك. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يستغفر المولى سبحانه وتعالى على كل حين ليل نهار. في اللحظه دي في قضاء الحاجه ان الانسان يمنع ان يذكر المولى، صح ولا لا؟ طب حضره النبي يقول قال راى انه قصر في هذه اللحظات، فبعد بيطلع يقول ايه؟ استغفر الله. كوني اني قصرت في ذكر الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجه بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا النبي كل اللحظات عايز يكون مع ايه؟ مع المولى سبحانه وتعالى. طب وليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ليه بيقول ايه؟ طب الحمد مطلوب في كل لحظه، لكن يتاكد الحمد في هاي بعد الخروج. ليه؟ لان طبعا معروف احتباس البول والبراز من الخطوره الشديده. لو واحد طبعا حصل عندنا يا شيخ احمد شيخ محمد ان يلحق وديه للدكتور مسالك بوليه مش عارف ايه، ركب له كسطره مش عارف ايه، مش كده ولا؟ فكونه يطلع ده الذي خرجه هو الله اللي قادر عليه. شوف ازاي؟ ان طلع منك يكفي انك الحمد لله. قال يتاكد الحمد في هذه اللحظات. صليتوا على حضره النبي. طيب هذا امر اخر برضه قالوا العلماء يحرم استقبال القبله واستدبارها. يعني بس انت بقى في المكان المكشوف، مكان الفضاء، مزارع، ليس بينك وبين القبله حاجز، لو في حيطه في حجر مش عارف ايه شويه رمله اي حاجه، ما فيش اي قضيه بينه وبين ايه؟ بينه وبين القبله. يعني انا لو عايز اعمل اقضي حاجتي انا صاد فين دلوقتي؟ على القبله، مش كده اللي بصلي عليها. ولو عندي الترابيزه دي او حاجه زي كده ممكن اقعد. ليه؟ عملت حاجز بيني وبين مين؟ وبين القبله. اما في الاماكن المعده اللي زي دورات المياه، المراحيض اللي هي مبنيه اللي زي دي، خلاص حتى لو صد على القبله مش اي قضيه. لكن الحرمه فين دي؟ الحرمه في الفضاء، المكان المكشوف، المكان الخالي، ليس بينه وبين القبله ايه؟ ساتر. هنا بقى الحرمه. ليه؟ قالوا لتعظيم شأن القبله.
احنا بنصلي ازاي؟ مش بصلي كده؟ طب بصلي زي كده اهو. يبقى ازاي انا يعني اقضي حاجتي واعمل العمليه دي وانا صاد عليه؟ يبقى هذا تعظيم طبعا للاتجاه وشان ايه؟ شان القبله. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم ايه عن ذلك؟ لا استقبال ولا استدبار. يعني انا كده مستقبل، طب لو استدبرت برضه يحرم. امتى بقى الكلام ده؟ في المكان الفاضي. في المكان مين؟ الفاضي، المكان المكشوف. اما الاماكن المعده فلا حرمه في ذلك، حتى لو خليناها صابه زي كده. في ناس تجي تقول لا يا عمي حرام. مين اللي قال لك حرام؟ العلماء كذا تكلموا على المناطق الفاضيه. صليتوا على حضره النبي؟ هذا امر. طيب برضه ايه؟ ما استدبرهاش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن ذلك. لا تستقبلها ولا تستدبرها. ما انا هديها ظهري وهبول او اتبرص، يبقى معنى ان ايه؟ مدي ايه الظهر بتاعي، استدبرت مين؟ القبله. انما قال شرقوا او غربوا لو كان في الفضاء. يبقى في الفضاء لو كان الانسان اضطر يبقى اما ان يشرق واما ان ايه؟ ان يورب. نعم. بالنسبه طبعا لو انسان استقبل او استدبر، هل هنا طبعا عليه اسم؟ عليه اسم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الاستقبال والاستدبار. إذا جلس أحدكم لقضاء حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، في الصحيح. عليه اسم. تفضل يا مولانا، بالله عليك، بالله. طب بالله عليك، ماشي مشايخ. في حد ليه سؤال في دي؟ تمام. يعني خاص شريكه او غريبه بيتكلم على انه ولا ايوه. ما احنا بنقول كده. لا ما هو بعيد. اما شرقه او غربه على ايامه، لكن احنا بص هنا شرق وهنا، لكن انا ممكن اصد كده او كده، اما مبحر هنا بالنسبه واما مقبل قبلي او بحري. لكن هنا يحرم الاستقبال والاستدبار. بس بنقول امتى؟ في مين؟ في الفضاء، المكان المكشوف، المكان الخالي. خلاص يا مشايخ. بعد كده بقى يحرم برضي قراءة القرآن أثناء يمين قضاء إيه؟ الحاجة. ويحرم الدخول بمصحف ولو بعضه، زي مثلا جزء تبارك ولو آية من الآيات، إن لم يكن هناك مستورا بحرص. إيه حرص؟ زي جيب، زي مثلا محفظة، زي شنطة، زي حقيبة. إذا خاف عليه من إيه؟ من الضياع أو ما غير ذلك. إحنا بنتعرض يعني بناجي الواحد يسافر رمسيس والقاهرة مش عارف إيه، بيكون معاه مصحف. طب لو خلاه بالله عليك يأتمن إن يكون بره، مش هيقدر، مش هينفع يقعد بره. أمال أعمل إيه؟ آخده في الحقيبة أو في جيبي. يبقى الجيب ساتر ولا مش ساتر؟ لكن لما قالوا العلماء لما تدخل بالمصحف زي كده أو بعض المصحف أو الآية أو ما غير ذلك، إيه يعمل؟ أنا وزايده كده وداخل فيه. لكن لو حطيته في جيبي، جيب ساتر مش ساتر؟ ساتر. طب والحقيبة؟ كيس، أي شنطة، أي حاجة، يبقى منحته أنا إيه؟ من الرائحة ومن هذا إيه؟ من هذا المكان. ماشي يا مشايخ؟ لأني يحرم إن آية أدخل معايا لو آية من الآيات. خلاص صليتوا على حضرة. إما والأفضل ألا يدخل به. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك وهو في حرص، ما فيش أي قضية، انتفت القراءة وانتفت أي شيء. طيب هنا عندنا قضية مستحدثة اللي هي التليفون المحمول، محمل عليه القرآن الكريم. هل يعتبر مصحف؟ لا، ده شيء إلكتروني. ارميه كده أنت كده، هل هتلاقي فيه ورق؟ هتلاقي فيه كتابة؟ لا، لا يطلق عليه مصحف حتى ولو كان محمل عليه أيضا اللي التليفون المحمول ده القراءة العشر والشواذ، كل القراءات من الأول للآخر، يبقى لا ينطبق عليه ولا يقال عنه إنه إيه؟ إنه مصحف. خلاص؟ ولو بعض المصحف، يعني ممكن أدخل بيه وأمسكه زي كده واقضي بيه حاجتي، سواء كان في الفضاء أو في كان إيه؟ في المكان المعد لذلك. يبقى التليفون المحمول لا يطلق عليه إنه مصحف أو قرآن. صليتوا على حضرة النبي؟ حاضر حاضر والله، لا تستعجل. نعم، ايه هو ده؟ ما احنا لسه بنتكلم. لو جوه محفظ يبقى ما فيش اي قضيه، ما هنا ساتر.
خلاص، او حقيبه. ما لسه بنقول احنا لو انا رايح القاهره او اسكندريه او اي مكان، بالله عليك اعتمن يعني انا اخلي شنطي بره او المصحف؟ مش هتلاقيه. امال ايه؟ يبقى اخليه في جيبي، اخليه في شنطه، اخليه في حقيبه او ما غير ذلك، لان قالوا من الساتر الجيب خلاص، والحقيبه والشنطه اي حاجه، بس اهم حاجه ايه؟ ما تدخلش بيه الحمام وهو زي كده المصحف او بعض مصحف. خلاص. الثاني، الامر الثاني برضه اللي اتكلموا عليه العلماء، قال وينبغي على المسلم عند قضاء الحاجه لا يذكر الله سبحانه وتعالى، وعدم الدخول بشيء مكتوب عليه ذكر الله. هذه القضيه اللي بتكلم عليها. يبقى انا باقضي حاجتي في الفضاء او المكان المعد، ممنوع اني ايه؟ اذكر المولى سبحانه وتعالى بلساني، اما بقلبي فلا حرج في ذلك. وما ادخلش برضه الحمام ومعايا شيء مكتوب فيه ذكر الله او اسم نبي من الانبياء. خلاص، ما يشبه النقود والخاتم وما غير ذلك، وللنساء اللي بتلبسه من الذهب او غيره مكتوب عليه طبعا سلسله مكتوب عليه مصحف ومش عارف ايه، ايه قرانيه وكله كده. ده ممنوع للنساء ان تدخل به الحمام. يجي واحد يقول لي طيب يا مولانا لو ادي ايه مكتوب محمد رسول الله، ممنوع. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى حاجته نزع خاتمه. الخاتم بتاع حضره النبي مكتوب عليه منقوش عليه محمد رسول الله، يبقى هو في محمد رسول الله يبقى يمنع. لكن طيب لو كان ما مش مكتوب ما فيش اي قضيه. خلاص، مش ولا بد ان يكون هنا في قضيه. يبقى المراه، طيب المراه لو دخل زي كده هو من جوه كده يبقى يعتبر ساتر مش ساتر. لكن المراه لو العقد بتاعها او المصحف او ما غير ذلك دخلت الحمام وبره، يبقى تعرض الاسم والذكر او اسم نبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للرائحه الكريهه وما غير ذلك، هنا يحرم. لكن لو جلعته خلته جوه الصدر كده او خلته في جيبها او مش عارف ايه، يبقى انتفت الحرمه وانتفت الكراهه. خلاص، خاصه لو كانت هي مسافره او غيره. خلاص يا مشايخ، في حد عايز يسال عليها في القضيه دي؟ طيب المواحد مولانا التليفون يفضل انه لو دخلت الحمام اخليه على الصامت عشان لو كان فيه افضل. حتى لو رنه هو الافضل. حتى تكلموا عنها العلماء قضيه الرنه اللي هي اما تكون ايه قرانيه او ما غير ذلك، ما حبوهاش. الادعيه عادي، لكن اذا كانت ايه قرانيه هيجي يتصل بي فضيله الشيخ محمد، هروح اقطع الايه؟ تقطع الايه القرانيه. وما هيش للاتصال ولا النغم ولا اي حاجه، لا، ما اخلي اي حاجه انا يعني ادعيه او ما غير ذلك. يعني كثير من العلماء تكلموا عن هذه القضيه، قال الافضل يمنع يعني من الكلام ده. ما عرضش القران الكريم لان القران ارقى من ذلك، كلام المولى سبحانه وتعالى ما جعلهوش رنات. يعني ايه؟ ممنوع، الافضل يعني ما يعملوش ده. ماشي يا مشايخ؟ طيب خلاص، رفع عن امتي الخطا او النسيان. خلاص، بس ما افتكر تاني. خلاص، يعمل ايه؟ اقلعه زي كده زي ما كان سيدنا النبي واحطه في جيبه. خلاص كده. لكن لو نسيت انا مره خلاص مش قضيه. مش قلنا احنا الحديث رفع عن امتي ايه؟ الخطا والنسيان وما استكرهوا ايه عليه. امر تاني برضي من السنه يا مشايخ السكوت، عدم الكلام الا لامر مهم. بعض الناس تدخل الحمام التليفون يطلعه شغال يدردش وبيقضي مصالحه كله، هو بيقضي ايه؟ يعني كانه وقت بيتسلى مش عارف ايه. ممنوع. ان كان العلماء بيقول السكوت الا لامر مهم. ايه الامر المهم؟ الميه قطعت، خلاص انت داخل مفيش ميه يا ام احمد، وعلى كد الضروره خلي بالك، مش تقول الحقوني ومش عارف ايه وهاتوا الميه، لا، على كده افتحوا الحنفيه، هاتوا شويه ميه، هاتوا لي اي حاجه. طيب انت وجوه برضه حد خبط، مفيش حد ما فهمش من نحنحه او غير، معلش انا في الحمام بقضي حاجتي، يبقى انت بتنبه ولا مش بتنبه؟ يبقى خير. طيب ولا يجوز، لا ينبغي للانسان المسلم الذي يقضي حاجته خلي بالك ان يرد سلاما. يعني انت وقاعد في الحمام، حتى دي بتكون للناس المزارعين وجوه ممكن يدخل واحد نقول لك ايه، شاف واحد جوه السلام عليكم، انت وبتقضي سواء كان بول او براس ما تقولش وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رغم الرد هنا ايه؟ الرد يا مشايخ ايه؟ واجب. لكن لما اجي اقول القي عليك السلام ده سنه، لكن الرد اصبح، لكن لا ينبغي علي ايه؟
طالما بقضي حاجتي ان ايه؟ لان الموطن مش موطن ايه؟ مش موطن رد، يعني يحرم. طيب الامر الثاني برضه لا ينبغي عليه ان يردد الفاظ الاذان، يحكي من السنه حينما تسمع الاذان نقول ايه؟ الله اكبر، الله اشهد ان لا اله الا في ايه؟ حي، نقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا ينبغي للانسان ان يقضي حاجته ويقول كده، ولا يشمت عاطسا. جنبك واحد يا شيخ احمد راح يعطس وراح قال ايه؟ هو طبعا لا يقضي، مش بيقضي حاجته ولا حاجه، قال الحمد لله. انت تقضي حاجتك ليه؟ يبقى تقضي ايه؟ يرحمك الله؟ لا ينبغي اطلاقا الكلام ده. وبرضه طب واذا الذي يقضي حاجته ثم بعد ذلك هو عطس، قال لا ينبغي عليه ان يحمد الله بلسان، امال يعمل ايه؟ قال يحمد الله بقلبه. نقول لها كده، يبقى لان المواطن دي مش مواطن ذكر، خلاص؟ طيب ليه؟ لان الدليل على ذلك مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول يبول، فألقى عليه السلام، فلم يسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ثم احتضر إليه. شوف زوج النبي، حضرة النبي ازاي؟ ما رضيش، لأن الموطن موطن ايه؟ موطن رد، لكن ما رضيش. ليه؟ لأن المكان مش مكان رد سلام. ماشي كده معايا؟ لكن شوف زوج حضرة النبي بعد ما خلص كده احتضر له حضرة النبي، مش قال له انت مش فاهم المفروض ما تلقيش السلام، وأنبه وعمل له مشكلة كبيرة مع الرجل. شوف، لكن زوج كتلة من الزوج حضرة النبي قال له برف كده واحتضر له، قال له معلش انت ألقيت السلام عليك بس انا ما اقدرش ارد عليك لاني انا بقضي حاجتي ببول. صليت على حضرة النبي ثم احتضر. شوف ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لرجل، اهو ده بيعلمنا الاخلاق. شوف ازاي، حتى قالوا ايه العلماء؟ يقول ايه؟ علمكم رسول الله كل شيء حتى القراءة. كلمة لغة عربية، خلي بالكم فصحى، يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، اللي هو ايه؟ قضاء الحاجة. ودي لما نجي نقضي حاجتي على سبيل السنة اني باخذ الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. خلاص يا مشايخ؟ طيب امر اخر، طيب لكن هنا قلنا ينبغي عدم الكلام، نقطة خطيرة جدا. قال في مرة من المرات، شوف الفقه بقى ازاي، قال يجب عليك ان تتكلم، واجب، اصبح الكلام في حقك واجب. ازاي؟ انت بقى عايز تنقذ اعمى وانت بتقضي حاجتك، وجاي واحد كده في ترعه او في اي حاجه واعمى او كفيف وهيروح في الفضاء، تمام؟ او انت مثلا هنا في الحمام ومفيش حد عندك يا شيخ محمد، الواد الصغير رايح للبوتاجاز او مش مفيش حد، طب هتسيبه؟ او هيشرب دواء او هيشرب اي حاجه مضره. هنا اصبح الكلام في حقك واجب، اصبح الكلام من ايه؟ واجب، ايه؟ فرض عليك، لازم ايه؟ تتكلم. مش معناها تقول لي انا بقضي حاجتي لان انقاذ الروح، هنا افضل واولى، ده اسمه فقه الاولويات. ماشي يا مشايخ؟ يبقى اصبح الكلام اصبح ايه؟ واجب في هذه القضيه. امر اخر برضه هنتكلم فيه اللي هو البول واقفا. البول واقفا، جاءت احاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وابو مسلم ان سيدنا رسول الله بال مره واقفا، اتى صباطه مقلب زباله، يعني كوم زباله، وجاء يتبول عنده حضره النبي واقف. العلماء لما توجهوا عن في الحديث ده قالوا اصلا سيدنا النبي كان المكان ديتي زباله، مقلب زباله، ما رضيش يقعد، لان لو قعد هيعمل ايه؟ هيتنجس ثيابي والبدن بتاعه ده. وقيل ايضا لمرض في باطن ركبته، الحته دي اللي بيسنيها كده مش هيقدر يقعد، يبقى عذرين مقبولين ومش عذرين مقبولين من سيدنا النبي. عبد الله بن دينار برضه في حديث في الموطأ الامام مالك يقول رايت عبد الله بن عمر يبول واقفا. الفقه المالكي بالذات قال يجوز البول واقفا، يجوز البول ايه؟ واقفا. في مره من المرات، حاضر، في مره من المرات يجب عليك وجوب ان تبول واقف، زي ايه؟ المواصلات العامه في القطر، ولما بنجي في سكه حديد ومش عارف فيها تلقى الحمامات تدخلها كده، اجارك الله، مش كده ولا؟ ينفع تقعد؟ لو قعدت خلاص يبقى البدن يتعرض، والاسلام دي النظافه، علمني ان ايه؟ ما لطقش ثيابي ولا بدن، بالله ينفع اقعد؟ يبقى هنا ايه؟ وجب علي الوقوف، بعض الاحيان وجب علي ايه؟ الوقوف. لكن المذهب الشافعي كده من باب العلم، يعني ان المذهب الشافعي قال يكره كراهه ان الانسان يبول واقفا.
بس عشان نجي نرد برضه عشان ما نقرأش وبس ايه. في حديث ثاني برضه في البخاري، الحديث بتاع ان بال سيدنا رسول الله واقفا في البخاري ومسلم. في حديث ثاني في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه. السيدة عائشة بتقول ايه؟ مش فتوى بتقولها، بتقول لو حد قال لكم ان سيدنا النبي بال واقف اوعى تصدقوه، ده كذاب. مش كده كلام اهو؟ دي فتوى من السيدة عائشة، والسيدة عائشة طبعا ايه؟ فقيهة وعالمة. طب بنت الفقه بتاعها ازاي؟ وبترد ازاي؟ قال: على علمها، لاني لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط عنديها الا يبول جالس ويقضي حاجته جالس، لان فيك مكان معد. لكن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الرواية الأولى اللي هو ايه؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ايه؟ بال واقفا. طب كيف أوفق بين الحديثين؟ ادي عندي حديث بيقول بال، وفي حديث من السيدة عائشة اللي هي زوجه ومش مسيباه وتروي الأحاديث على طول كثيرة جدا، اللي بتقول له ايه كيف نوفق؟ شوفوا العلماء بيقول ازاي في توفيق الحديث، عشان ده بقى اني مضيعه للنابته والعيال اللي تطلع يقول لك البخاري قال مش عارف، ما يقراش حديث. طب ما حديثين، انه ده المثبت وده المنفي. قالوا العلماء عندنا قاعده من القواعد المهمه في مصطلح الحديث، قال المثبت مقدم على المنفي. ايه الحديث المثبت؟ ايه اللي ثبت؟ البول واقف، حديث مين؟ حذيفة وفي البخاري. طب الحديث المنفي سيدة عائشة بتنفي، يبقى المثبت اللي اثبت البول واقف حديث حذيفة، يبقى ده ناخد بيه. والتاني على علمها، هي كده عملت الفتوى لاني ما شافت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول واقف، من الحق هتقول كده، يبقى خلاص ما شافتش ان حضرة النبي يبول واقف، يبقى اتكلم. لكن سيدنا حذيفة قال، وادي في الخبر ايه؟ في الصحيح. صليتوا على حضرة النبي؟ طيب احنا بس بنقول الحاجات دي عشان ايه؟ يعني مش عايزين نتوسع، بس بتكون المعلومة كده قصيرة كده يعني بسيطة. طيب امر اخر برضه يا مشايخ، الانسان عن بعد ان يقضي الحاجة بتاعته امر مهم للغاية، خلي بالكم، ويخفى عن كثير من الناس، اللي هو عملية الاستبراء. عارف الحكم بتاعه ده؟ الوجوب، فرض. ايه هو الاستبراء؟ بعد الانسان ما يقضي حاجته خالص، قال ايه؟ استفراغ ما في الذكر، ده بالنسبة لمين؟ للذكور الرجال. افراغ ما في الذكر من بول. يعني عشان افضيه، واضرب لك مثال، احنا عندنا هنا في الساحة مثلا خرطوم بنمسح الساحة، بالله عليك بعد ما تقفل الصنبور او الحنفيه بتقطع الميه ولا في لسه موجوده؟ لسه موجوده التصافي دي اللي بنقول عليها دي اهل استبراء، اللي هو بقى ان اخراج ما في ما في الذكر او الاله دي عشان تبقى ما فيش، ينتهي تماما الامر ما هوش خالص. لاني انا لو استنجيت بهذه الطريقه استنجائي باطل ووضوئي باطل والصلاه اللي صليها باطله، كل ما بني على باطل فهو باطل، ما ينفعش. فهنا بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ عمليه الاستبراء دي واجب فرض على كل انسان. طب ازاي؟ ليه الكيفيه؟ شوفوا العلماء علموها لنا، يقول ايه؟ بيدك الشمال السبابه دي وده الابهام يكون كده اهو، الاله تقول كده نصر خفيف، مش جامد يا شيخ احمد، بالراحه زي كده علمونا العلماء. شفت دي؟ قال نصر خفيف، قالوا ايه؟ ولا تحت دي، مش تدوس جامد، لانه لو دوس جامد حرام خلاص، لحد لما يغلب على ظني اني مفيش، يغلب على الظن بتاعي ان ايه؟ ان انتهى الامر خلاص كده يا مشايخ، مره واثنين وثلاثه. طيب يجي واحد يقول لي يا مولانا، مشاكل كثيره بتحصل، يقول لي يا مولانا انا بعد ما اتبول بلاقي فيه نقطه واثنين وثلاثه ومش عارفين. نقول له تعال بالراحه، ربما يكون مرض وربما تكون عاده عندك. ايه تعمل؟ انت تدخل الحمام بتعمل القضيه دي، ما تستنجاش بالميه، ما تستنجى بايه؟ بطوبه لو كنت بره او اي حاجه، او حاليا الحمد لله يعني المناديل الهاند بيجت كتير في كل الحمامات. بعد ما تعمل عمليه الاستفراغ دي، ليه دي الاستبراء، تقول كده مره واثنين وثلاثه، وتقوم وتقعد كده وتتنحنح زي ما علمونا برضه في الباب في الفقه، تتنحنح مره واثنين، ما تستنجاش على طول، اقعد دقيقه او اثنين او لحظات، ثم بعد ذلك ادخل ثاني الحمام
واعمل العملية دي مرة واثنين كده وبالمدين، ثم بعد ذلك استنجى بالماء ولا تلقي بالا للوسوسة. لو أي حاجة جات زي كده خلاص يبقى إيه الأمر. لكن ننصح زي ما قالوا علمائنا إن ربما يكون عندك مرض، شوف الطبيب، روح للطبيب قول له والله بتاع مسالك بقول له أنا دايما كده إيه بيكون عندي نقط. إذا كان فيها علاج يبقى خلاص، إذا كانت دي عادة عندك يبقى خلاص، يبقى عندك أنت إيه سلسبول اسمه إيه وضوء إيه المعذور. طيب ليه تكلموا العلماء وقالوا هذا الأمر واجب فرض؟ عملية إيه الاستبراء دي أحاديث شتى. قال عامة عذاب القبر تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان وما يعذبان في ايه؟ في كبير، لا مش في حاجه كبيره، لك الاخت ولك الخال ولك الاب اطلاقا، ولا شتم حد ولا ابوه ولا امه، امال العمل ايه؟ ايه؟ الاثنين دول يعذبان في كبير، امال يعذبان في صغير. واحد منهم اما الاول كان اذا بال لم يستنزه من بوله، هديه ما يقطعش البول بتاعه. شوف الخطوره دي اللي امال ليه العلماء استنبطوا وقالوا هذا الحكم واجب فرض لازم نعملها. لكن الانسان لو بول وراح استنجى ورمى الميه زي كده اهو يبقى ما عملش حاجه، كانك ابو زيد ما غزيت. ادي اللي امال ليه قالوا فرض واجب. شوف العمليه دي واجب خلاص يا مشايخ. طيب والثاني كان يمشي ايه بالنميمه، صليتوا على حضره النبي. طيب بعد ما تنتهي العمليه دي خالص، بعد ما تنتهي في امر اخر اللي هو برضه ياتي ايه بعد الاستبراء، ياتي الاستنجاء. الاستنجاء بقى ايه بالميه اللي هو ايه غسل اثر البول او الغائط او ايه مكان المخرجين، بمعنى يعني اوضح. بعد ما خلص انا دي بروح اقطع الماء وتمام، بجيب شويه ميه بعمليه اسمها ايه استنجاء، خلاص دي ازاله اثر النجاسه. والحكم ده برضه واجب فرض علي، لازم ده من باب ازاله النجاسه. طب ما فيش ميه، يا سلام الدين ده يسر كله والله. ما فيش ميه، ايه اللي يندب؟ الحجاره، الاستجمار، في مكان بعيد ما فيش ميه ولا حاجه، ايه اجيب حجر طوبه مش عارف ايه ما يقوم مقامها، مناديل، اي حاجه بس يكون ايه انها ايه تزيل اثر النجاسه. الحكم بتاعها ده بقى واجب، ده لازم ايه فرض علي. وايه وما فيش ميه خلاص ممكن اتوضا بعد كده واصلي. طب ما فيش ميه خلاص ممكن اتيمم زي ما حاجه بعد كده ونصلي بيه. دي ازاله النجاسه، اما ان يكون بالماء اذا كان موجود اللي اسمه الاستنجاء. ما فيش ميه نعمل ايه يا مشايخ؟ الاستجمار اللي هو بقى ايه بالحجاره او ما يقوم مقامها. هناجي في كتاب تاني هنقرا فيه ايه الحجاره شكلها ازاي، تمام؟ هناجي ايه شكلها ازاي وشروطها. خلاص خلينا في المعلومه الصغيره دي. طيب يجي بعد كده الافضل والاحسن، قال لي ينبغي للانسان بعد ما يقضي حاجته خلاص، قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجى الانسان بيمينه، لان دي مشرفه للاكل والشرب وما غير ذلك. امال دي قضاء الحاجه، يبقى اعمل ايه بقى في دي اللي هي هتستنجى بيها اهو واعمل بيها كل الحاجه دي. نهى رسول الله ان يستنجى الانسان ايه بيمينه، امال اعمل ايه بالشمال باليسرى. ثم بعد ذلك بعد ما نعمل، والحمد لله يمكن في الحمامات في دورات المياه في المساجد الناس بتعمل ايه صابون سائل تدوس عليه ينزل لك او صابون او ما غير ذلك. وهنا في البيوت بعد ما خلص زي ما كان يفعل حضره النبي، كان زمان يفعلوا بايه بالرمل والتراب، لكن الحمد لله دلوقتي ايه احنا لازم نصاير الفقه بقى، تبقى العقليه بتاعتنا وليده العصر. مش هغسل بالرمل انا زي مش عارف ايه واعمل زي ايه، لا ما هغسل بايه في صابون وفي مش عارف ايه او اي شيء كده، تمام؟ اغسلها عشان لا تتعلق الرائحه بها. ثم بعد ذلك ياتي امر اخر، قال يكره الانسان ان يستنجى من الريح. خلي بالك يكره للانسان ان يستنجى من الريح، سواء كان الريح بصوت او غير صوت. دي اسمه باللغه العربيه الفساء والضراط. باللغه العربيه اهو بجاب في الاحاديث الفساء والضراط، سواء كان بصوت او غير صوت، الا اذا كان بصوت وخرج معه اذى. هنا هي لو خرج معه اذى بقى كان بصوت يبقى هنا واجب، مش عشان الريح، عشان الاذى، عشان الرذاذ اللي طالع ده اذى هروح ازيله يبقى هستنجى منه. لكن الريح طلع على كده يا حاج احمد يبقى خلاص في ناس مشكله تعملها، يكون هو طبعا ما عرفش فقه ولا حاجه ويروح يسحم الحمامات ومش عارف ايه ويروح بقى يقول لك عايز استنجى.
طب انت عملت تقول اتنقض وضوئي، اتنقض وضوءك ايه؟ يعني ضلعت ريح، ما فيش يعني اصل للريح، هذه نجاسه قالوا عليها ايه؟ ما لهاش عين، يبقى ما تدخلش عليه، ما تدخلش الحمام وتعمل عليه الاستنجاء، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الامام الدارقطني قال من استنجى من الريح فليس منا. خلي بالك، وبرضه ما خدش الحديث على ظاهره، المشكله من استنجى من الريح فليس منا، خرج من مله الاسلام يعني؟ طب ما حديث كثير في الباب ده، يعني من حلف بالامانه فليس منا، وكثير احاديث كده اهو. طب هل هو ده يعني خرج عن المله الاسلاميه؟ ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على الهدي النبوي الذي جاء. مش معناه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله زي ما بتشوفوا انتوا الطرح البيضاء تاجوا في فضيات، ولا حد يقول والنبي يا سيدنا الشيخ قال طب قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب برضه ده كلام يعني خرجت عن المله انت؟ لا يا سيدي، خلاص. يبقى ايه عمليه ايه الاستنجاء؟ من امتى نستنجي من الريح؟ اذا خرج الريح مصحوبا معه مين؟ معه الاذى. اخيرا بقى عشان برضه نختم هذا الباب في دقائق سريعه يعني، الانسان لما بيقضي حاجته باخذ عشان ايه؟ تتميما للفائده. اما طبعا في ناس بتروح حج بهلول الزرع، وبتروح الحرجه ومش عارف ايه، وفي مكان فاضي، ومره بسافر بيجي معاه عربيته، او يستنى الاتوبيس في مكان ما فيش حمام او اي حاجه، اسمه مكان ايه ده بقى؟ المكان المكشوف، المكان الخالي. طبعا احنا تكلمنا انه لا يستقبل القبله في هذه. ايه بقى الناس اللي هي دي مزارعه والناس الغلابه عايز يقضي حاجته، قال يندب له التستر على اعين الناس، يندب له. لكن لو دخل هنا الحمام هو مسطور، لكن هو بيتكلم هنا في المكان الخالي، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حاجته الصحابه يقولوا ايه؟ اللي بيرووا الاحاديث يقولوا ايه؟ يقول كان يبعد حتى لا نراه. ليه؟ عشان ما حدش يسمع صوت ولا يشم رائحه منك، رغم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ما خرج منه من ميزاته كانت الارض تبلع، وكانوا يروحوا الصحابه يشوفوا المكان قد نجد انه يعني افضل من رائحه المسك. بس لما كان يستنجى سيدنا النبي كان يستنجى ايه؟ تشريع، خلي بالك عشاننا خلاص، لكن ما ممكن ما يستنجاش، خلي بالك سيدنا النبي، لكن كان يستنجى ايه؟ تشريع لنا وللامه. تمام. لكن كانت الارض من خصوصيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الارض ايه؟ تبلع. طيب ويندب اتقاء مهب الريح دي في المكان اللي هو مكشوف. مش اجي انا لو الريح جاي زي كده واجي اعمل البول، طب ما هيجي البول الريح هيجي ده. طب الاسلام علمني اني انا اتقي الرذاذ واتقي الحاجات اللي زي دي والنجاسات، طب هتاجي على بدني وهتاجي على ثوبي، صح كده ولا؟ يبقى ما ايه؟ دايما المهب الريح يبقى اخد عكس الريح. اذا كان امتى بقى ده الكلام ده؟ مش في الحمامات او المكان المعد، ده المكان الخالي ده الافضل يعني. طيب وامر تاني برضي قال ويندب اختيار مكانا رخوا لا صلبا. والله العلماء بتوعتنا دي ما خلوش حاجه، لما كده تتكلموا عليه، لما نقرا في الفقه حاجه جميله جدا يا شيخ دومي والله. ايه ده المكان الرخو؟ مش لو قعدت انت في مكان صلب يعني مصبوب الحاجه ورحت قاعد والميه كانت مندفعه معاك، ايه تعمل؟ هترد عليك تاني ولا؟ قال شافي تتخير مكانا رخوا في شويه رمله شويه تراب مش عارف ايه. ليه؟ لان الميه مش هترد، مش هتعمل ايه؟ رد فعل وتروح راجع عليك، تعمل عليك رذاذ. هذا امر تاني برضي قال ده بقى واجب ستر العوره، ده واجب، يعني ما يكشفش نفسه الا لما يدخل جوه الحمام، ده سواء كان في الحمام لما كان معد. طب بره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ايه؟ لا يرفع ثيابه حتى يدنو من الارض، حتى يد الصحابه اللي شافوا سيدنا النبي بيقضي الحاجه يقولوا كده، يعني لما يجي يقضي الحاجه يروح لما يدنو تحت يروح عامل ايه؟ الجلابيه بتاعته الرداء ويروح فارسه زي كده عشان ما حد يشوفه، لان كشف العوره هنا ايه؟ حرام. طيب امر تاني برضي قال لا يبول في جحر او ثقب. خلي بالك ده في المكان الفاضي في الحراج في الزرع يلقى له كان كده ثقب كده مش عارف ايه، ويروح ايه؟ يجوا الناس المزارعين يتبول فيها. قالوا العلماء امرين، اما ان تكون فيه بعض الهوام، حيه عقرب تطلع عليك والله مش هتخليك كويس، وبعد كده انت هتلطخ نفسك بايه؟ بالنجاسه. هذا امر تاني قالوا عليه العلماء انه مأوى للشياطين،
طب ممكن تلبسك حاجه يعني ما تجيش غير المكان ده. فقالوا العلماء الافضل ابعد من الحاجات دي خالص. الاخيرا بقى الانسان عدم قضاء الحاجه في الطريق والظل، قارعه الطريق والظل، المكان المشمس والمقمر، تجمع الناس، موارد المياه، ما غير ذلك، كل المنتزهات، الاماكن العامه، كل شيء كده، ان اي حاجه بتجمع الناس في سوق، اي ما تروح تقضي حاجتك سواء كان بول براس، امر خطير نهى عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا. ليه؟ لاني هيسبب ضرر ليك وضرر للاخرين للمجتمع. الحفاظ على البيئه يا اخي، ده احنا ديننا دين نظافه، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، صح كده ولا؟ ودين ده ذوق، حضاره، تحضر. مش معناها اني انا مسلم اعملها في اي قضيه العمليه دي، لا، اعملها في اماكن معده تبعد اذا كان ايه في الفضاء. وبعد كده انت لو عملت العمليه دي ما فيه بعوض وفيه ذباب ومش عارف ايه، ناقل العدوى يطلع مني هنا يجي غير ويعمل له مشكله، صح كده ولا؟ يبقى هيك. وبعد كده امر اخر نبه عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان سبب اللعنه لك اللي تقضي حاجتك يا عديم الذوق، ما لقيتش لك مكان مش عارف ايه. حضرة النبي قال اهو اتقوا اللعانين. اتقوا ايه؟ ما اللعانان ايه هم دول؟ قال الذي يتخلى، يعني يعمل العمليه دي في طريق الناس وفي ظلها، يسبب نفسه. انت جبت حرج لنفسك يا اخي، انت عديم ذوق، انت كذا انت كذا اهو. يبقى ايه دي؟ احنا بتكلم عن الاماكن العامه خلاص، اللي كان في الانسان في زراعه مش عارف ايه، مش يجي على درباس او جدول ومش عارف ايه الناس بتزقي عليه وراح عامل العمليه دي، يبقى العمليه دي مش كويسه، نهى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يخلي الله ما صلي على صلاه عليه سادي مخلوقاتك إلينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك داد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. طيب يا مشايخ سؤال، حد مش فاهم حاجة؟ طيب أسهل أكتر من كده يعني في العبارات أوضح؟ طب في حد ليه حتى يكون يعني من اللي يكون ليه استدراك أو أي حاجة، مش قضية يعني، ما فيش حد هو كبير على العلم ولا حاجة.